من اكتر الحلويات المنتشره في الشوارع الاسيويه وهي التحليه اللي ظاهره قدامكم دي، وهي باختصار عباره عن وصفه تيراميسو لكن معمول باطعمه مختلفه، وبصراحه شكله حلو جدا عشان كده اتحمست وقلت ليه ما نجربهوش ونشوف طعمه عامل ازاي. فتحمسوا معايا ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول خطوه هنقول بسم الله وهنحتاج بسكوت الليدي فينجرز او بسكوت التيراميسو، وبكل بساطه هنغمسه في حليب على حسب الطعم اللي احنا هنعمله، سواء حليب بالشوكولاته او حليب بالفراوله او حليب ساده. وبعد ما نغمس البسكوت في اي قالب متوفر عندنا هنرصه بالطريقه دي. وبما ان انا هعمله بثلاث اطعمه مختلفه فهقسم القالب لثلاث اجزاء، اول جزء هيبقى شوكولاته واللي في النص فراوله والاخير هيبقى لوتس. وبالنسبه لطبقه الكريمه هنحتاج كوبايه من الجبنه الكريمي، وانا عشان هعمل كميه كبيره هستخدم ضعف المقادير. وهضيف عليها 5 معالق كبار سكر بودره، معلقه صغيره فانيليا، وهنقلب كويس. وبعد ما يختفي السكر هنضيف كوبايه الا ربع كريمه خفق، وهنقلب كويس بالمضرب الكهربائي. واول ما تتحول معانا لقوام كريمي بالشكل ده هنوقف تقليب. وبما ان انا عامل 3 اطعمه مختلفه فقسمت الخليط ل3 اجزاء، وكل جزء هضيف عليه معلقتين كبار من الطعم اللي انا عامله. وده حشو الفراوله اللي بستخدمه من شركه كواليتي تارجت. ودلوقتي بكل بساطه هنفرد على البسكوت طبقه من الكريمه، وهضيف كمان على الكريمه شويه من الاطعمه اللي انا مستخدمها. وهنستمر بنفس الطريقه دي لحد ما نخلص باقي الكميه. وبعد ما خلصنا باقي الكميه دلوقتي هنغطيها وندخلها التلاجة اقل حاجه 6 ساعات او يوم كامل ونرجع لكم تاني. وبعد مرور حوالي 6 ساعات في التلاجة هنبدا دلوقتي في التزيين، وطبعا نقدر نزينها باي حاجه حسب الرغبه. وبعد ما زينتها بالشكل البسيط ده كده كل اللي عليك تقول بسم الله وتبدا تاكل. بسم الله. انا عايز اقول لكم بجد من كتر جمال الطعم انا مش عارف اوصفها ازاي، بمجرد ما تبداوا تاكلوها هتلاحظوا ان هي بتدوب في البق، وكمان تحليه خفيفه وسكرها مظبوط. لكن لازم تكونوا عارفين ان كل ما تستخدموا خامات بجوده كويسه اكيد الطعم هيظبط معاكم. وبس كده بيكون ده الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.